جربتي قبل كده تعملي هريسة الشطة في البيت وتطلع معاكي احلى ما بتشتريها من بره كمان؟ هعملها معاكم النهارده بطريقتين، والطريقتين حلوين جدا وتقدري تختاري الطريقة اللي تعجبك، وهقولك في اخر الفيديو على اي طريقة عجبتني اكتر. بس لو اول مرة تشوفيني، انا ميادة ودي قناتي، اتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. معايا كيلو من الفلفل الاحمر السبايسي، متوفر جدا في الاسواق الفتره دي لان طبعا ده موسمه بيكون موجود في الوقت ده. في كمان نوع تاني اللي هو برضو احمر بس بيكون الفلفل صغير شويه، ده ما بيبقاش سبايسي، تقدري تختاري النوع اللي انت عايزاه. جبته هنا بقى كده وغسلته وقطعت القطعه الخضراء اللي بتكون فوق، وبعد كده قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا النهارده هعمله بالبذر، انا عملتها قبل كده معاكم بس قبلها شلت البذر من جوه، لكن انا النهارده هعملها بالبذر. وانا كمان حبيت ان انا اعملها معاكم النهارده كمان لان هعملها بطريقتين. لو انت عايزه بقى تشيلي البذر، هتجيبي المقمار اللي بنقور بيه البتنجان، هتشيلي كده البذر بالطريقه دي. بس انصحك انك تعمليها بالبذر، بيديها طعم حلو كمان وبيزود كمان نسبه السبايسي فيها. فطبعا دي حاجه ترجع لك انت، شوفي انت الطريقه اللي تعجبك واعمليها. هقطعها بقى الكميه كلها وارجع له. هنا بقى قطعت الكميه كلها بالشكل ده، هاخدها بقى زي ما هي كده واروح اضربها في الكبه. انا عايزاها افرمها فرم ناعم. هنا بقى كده بعد ما فرمتها وبقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هقسم الخليط ده نصين، هاخد جزء منه اعمله بطريقه والجزء التاني اعمله بطريقه. تعالوا نشوف مع بعض اول طريقه. جبت هنا صينيه، حطيتها على النار ونزلت بنص كميه الفلفل زي ما انتوا شايفين كده. هبدا اشوح فيها كده على النار. اول ما تبدا تغلي معايا هبدا انزل عليها بمعلقتين كبار من الملح، واتنين عدد ليمونه، وربع كوبايه من الزيت، ومعلقه كبيره من الخل، ومعلقتين كبار من الصلصه. هبدا بقى اقلبهم كويس كده مع بعض لعند ما كلها تغلي مع بعضها وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نزلت عليها كمان بمعلقه صغيره من السكر في الاخر خالص، وهنزل عليها كمان بمعلقه كبيره من الثوم. يبقى السكر والثوم انا بحطهم اخر حاجه. خلاص كده هقفل بقى عليها النار في الوقت ده، ودي تكون اول طريقه معانا. دي انا اول مره اعمل معاكم طريقه هريسه الشطه اللي على النار. تعالوا بقى نعمل مع بعض الطريقه التانيه. معايا هنا باقي كميه الفلفل، هنزل عليها بمعلقه كبيره ونص من الثوم، ومعلقتين كبار من الصلصه، ومعلقتين كبار من الملح، وربع كوبايه من الزيت. اقلبهم كويس قوي كده مع بعض. وكده الطريقه التانيه بقت جاهزه معانا. عندي هنا بقى برطمانات تكوني معقماها كويس قوي، لا اما تحطيها في الفرن تتعقم، او كمان تحطيها في حله على النار فيها ميه مغليه، او تعقميها في غساله الاطباق، دي حاجه ترجع لك انتي. هبدا بقى كده افضيها في البرطمانات زي ما انتوا شايفين كده. يبقى دي كده معانا الطريقه اللي على البارد، طبعا شكلها ولونها واضح معانا وبيتكلم عن نفسه. دي كمان بقى الطريقه التانيه اللي احنا حطيناها على النار. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، لما تيجوا تعملوا هريسه الشطه يا ريت تلبسوا جلافز في ايديكم علشان الفلفل بيكون حامي جدا. البرطمان اللي انا ماسكاه في ايدي ده الطريقه اللي على النار. طبعا اللون واضح والشكل واضح، مش محتاجه اي كلام. انا بقى عن نفسي انا بفضل الطريقه اللي على البارد، بيكون طعمها احلى وبتكون اخف كمان، وفي نفس الوقت كمان بيكون لونها افضل بالنسبه لي كتير. فانت بقى شوفي الطريقه اللي هتعجبك، وتقدري تجربي الطريقتين وتقدري تحكمي ما بينهم زي ما انا عملت بالظبط. عايزه اقول لكم كمان انا بستخدمها في ايه. انا بستخدمها بحط منها على المحشي، بحط منها على الممبار، بحط منها كمان على الفول لو انا عامله فول، وايه كمان، وبحط منها على المكرونه، وبحط منها على البتنجان وعلى الطماطم المخلله. يعني بصراحه ليها استخدامات كتير جدا وبتدي طعم مميز جدا للاكل. انا عايزاكي تجربي الطريقتين وتقدري تحكمي انت هتستخدمي اي طريقه. يا ريت بقى لو عجبتك وصفه النهارده ما تنسيش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.